يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء. السلام عليكم، يا صباح الفل يا مساء الفل على كل وقت بتشوفوني فيه اخواتي حبايبي متابعيني الغاليين. رمضان على الابواب يا حلوين، كل سنه وانتم طيبين. يا مجرد بس كده الواحد بيسمع اغاني بتاعه رمضان كده بيحس خلاص انا عايز رمضان بكره. يا ريت طول السنه تبقى رمضان، اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين يا رب. كل ست بيت بتحب ان هي تجدد بيتها وتجدد بالذات حاجات في مطبخها في الوقت ده. فتعالوا بقى اوريكم المشتريات الجديده اللي جبتها للبيت، هوريكم الحاجات وبالتفصيل واسعارها وكل حاجه. اول حاجه نبدا بالكولمن القمر ده. الكولمن ده بصوا هو صغنطوط كده 3 لتر، جايباه ب 11.5 ريال. اولا المشتريات اللي انا جايباها دي جايباها من محلات ابو 5، تمام. محلات ابو 5 والله يا جماعه فيها تحف وفيها لقط زي الكولمن ده. الكولمن ده بقى يبقى جنبينا نحط فيه شويه عصير كده متلجين، تمر، قمر الدين، القصوص، الحاجات الحلوه بتاعت رمضان دي، تنج، اي حاجه، ويبقى سهل كده معانا وقت لما نعوز ايه نصب منه على طول. صغنطوط كده وعلى قد الايد، وانا جربته بيتلج، يعني حطوا فيه تلج كده هيقضي معاكم الغرض، خاصه في الاوقات اللي بعد الفطار. يعني هو بيبقى ساعه ساعتين بالكتير، فهتلاقوه شغال معاكم تمام. يلا بقى رمضان بقى او شهر الخير بيحب بقى ايه الحلويات كتير كتير كتير. فانا كنت والمعجنات طبعا، فانا كنت محتاجة المنخل ده، فجبته ده ب5.75. الحاجات هنا يا جماعة يا ب5 ريال يا ب10 ريال، تمام. الحاجات ام 5 ريال بتبقى ب5.75، والحاجات ام 10 ريال بتبقى ب11 وحاجات كده 11.5 تقريبا زي الكولمن اللي وريته لكم. دي بقى اللي هي بتاعت الخل، بتاعت الزيت، تمام. ممكن بقى كمان نحط فيها السيرب او الشربات بتاع البسبوسة بتاع الكنافة، تمام. هتبقى شغالة معانا جدا جدا في رمضان، هتبقى حلوة قوي. يعني انا جايبة منها كذا واحدة، جزء هحطه للخل والزيت، وجزء تاني هخليه بقى ايه للصوصات للسيرب لاي حاجة من الحاجات بتاعت رمضان الحلوة دي، تمام. دي برضو كانت ب5.75. وعلى فكرة في منها اللي هو اللون الستانلس، وفي منها اللون اللي هو الذهبي، وفي منها حاجات على بلاستيكات بألوان تانية. يعني كان فيها تشكيلة كتيرة، بس انا جبت اللي هو ايه اللون الستانلس الفضي ده، تمام. عايزة بقى اخلي منها جزء هنا انزل جزء في مصر، مفيش اي ايه مشكلة، تمام. تعالوا بقى نشوف ايه اللي جبناه تاني. جبت بقى ايه الشوب ده انا كنت جايبه منه، بس كان لونه يعني الازاز ده ما كانش شفاف، فحبيت ان انا اجيب اللون الشفاف. هو ملوش علاقه برمضان قوي الا لو هحط مثلا فيه عصاير برضو مع التلج والكلام ده كله. بس انا بصراحه من الله انا جايباه عشان خاطر الايس كوفي، انا مدمنه ايس كوفي، وبرضو رمضان هيبقى جاي في حر وكده، فممكن نرطب ايه على قلبنا. بصوا بقى، بصوا القمر ده، بصوا يعني طقم بقى البهارات، البقوليات، زي ما تحبوا تشغلوه لانه حجمه كبير، فما شاء الله هيشيل معاكم كمية محترمة. يعني انا بصراحة جايبه بقى ايه شاي، سكر، قهوة، اغير الطقم اللي عندي في الكوفي كورنر، نعمل فيه تجديدات كده بقى على دخول رمضان. كان عندي طقم ابيض كده ممكن تبقوا شفتوه معايا اثناء الفيديو، تمام. فما تبصوش على الحاجات بتاعت الميك اب اللي ورا، هعمل لها فيديو منفصل، تمام. وانا جايبه اللي هو الطقم الاسود ده بصراحه جايباه للمطبخ عندي في مصر، لان انا المطبخ عندي رخام لونه اسود كده، ففي يعني حاجه معينه عايزه ايه اعملها فيه، تمام. فبقول لكم ان دي كانت الالوان المتاحه، بس الفضي ده الخامه بتاعته استانلس، والاسود ده هتحسوا ان هي عامله زي اكليريك كده، تمام. وفي برضو منه اللي هي البرطمانات الشفافه دي خالص، ودي برضو حجمها ممتاز، هايله هايله هايله.
يعني برضو لا مثلا عايزة تحطي فيها دقيق، عايزة تحطي فيها سكر بودرة، نشا، عايزة تحطي فيها اللي هي المكرونة حتى اللي هي المرمرية الصغيرة، شعرية، لسان عصفور، براحتك يعني توظفيه التوظيف اللي انتي عاوزاه. فانا وريتكم ان انا جايبه 4 من ده و3 من ده و2 من ده. ما تسالونيش ليه الاعداد دي بالذات، هو ده اللي طلع معايا. هو ده اللي طلع معايا وجبته. فيعني شويه ممكن نعمل حبه للدقيق، حبه يعني سكر، نسكافيه، كاكاو، يعني هندلع نفسنا يعني. انا عايزه اقول لكم ان بدايه الغيث قطره زي ما بيقولوا. يعني المشتريات اللي احنا جايبينها النهارده دي مش حاجه جنب الحاجات اللي احنا جايبينها، بس هتظهر معانا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. فالفيديوهات اللي جايه قويه جدا جدا جدا. عايزه بقى اوريكم المنظم القمر ده. رمضان يعني شهر الخير، البركه، شهر العزومات، اللمه، فمحتاجين حاجات يعني احجام تاخد معانا كميه محترمه من الخزين. مثلا وليكن 10 كيلو بقى من السكر، 10 كيلو من الرز، 10 كيلو من الدقيق، زي بقى ما هنحتاج. فالمنظم ده بياخد معايا 10 كيلو، فانا جبته عشان استخدمه للرز. تمام. وجبت الوك القمر دي كانت عامله 18 ريال. ليه بقى جبتها؟ عندي اتصالات التيفال والجرانيت ما بتبقاش غويطه، فلما باجي مثلا اعمل شاورما، اشوح كبده، اقلب مثلا مكرونه بصوص او بصلصه، بتبقى مسطحة معايا، فما بتاخدش معايا كمية والحاجات ممكن تقع مني. فكنت محتاجة حاجة غويطة كده، وفي نفس الوقت ما تبقاش حلة، هي اقرب منها ووك عشان اسخن فيها، يعني حاجه كده اسخن فيها وتبقى سهله معايا في التقليب والكلام ده كله. تمام. جبت بقى المفارش القمر دي. بصوا بقى، دي ينفع ان هي تبقى مفرش لاوض النوم زي ما انتم شايفين حاطينها على الكومود، ينفع نحطها في الدواليب، ينفع نحطها في المطبخ. الماتيريال بتاعتها رهيبه رهيبه رهيبه. بصوا عامله زي الفلين كده، طريه، ومن فوق تحسوها ان هي عامله زي القماش، فهي فظيعة. اللفة دي كانت عاملة 5.75. تمام. فأنا جبت اللفتين دول، هي عرضها 45 في مترين، يعني 200 سنتي، اللي هو مترين. تمام. او 300، مش شايفه كويس الرقم، ما علينا. هي لا هي تقريبا 300، يعني 45 في 3 متر. تمام. الفض دي بقى دي برضو ب5.75، بس الاتنين مع بعض. الرول الواحد 45 في طول متر ونص. تمام. فانا جبتهم ايه للمطبخ بتاعي. قلت اذ ربما الابيض في اسود ده ما يكملش، فالسيلفر معانا يقضي الغرض. انا شايفاه عينيكم على الميك اب، لا قلنا لا دي حاجات رمضان بس، ملناش دعوه بحاجه الميك اب دلوقتي، هوريها لكم بعدين ان شاء الله. بص بقى، جبت الدورق ده او الشفشه، عصاير ماشي، ميه ماشي، عايزين نعاير بيه لان انتوا شايفينه هو في معايير اهي، عشان لو هنحتاج مثلا نعمل كيكه او حاجه هنعاير بقى بيه كوبايات ميه، كوبايات دقيق، شوربه، اي حاجه يعني. بصوا يمشي معانا كل حاجه. فهو بصراحه شكله حلو، عجبني جدا، وبرده كان ب5.75. فقلت لا مش هفوته، يعني هجيبه كده ايه هينفعني يعني. تمام. نشوف ايه تاني بقى. جبنا ايه تاني؟ المنظم اللي هو الرفيع، انا وريتكم من شوية العريض منه اللي هو ورا ده، والاتنين بنفس السعر، الاتنين الواحد عامل 5.75. تمام. ده بقى انا جايباه عشان احطه جنب البوتاجاز، نحط عليه اللي هي الحاجات بتاعت الزيت والخل واللازم منه. تمام. ودي بقى كلكم عارفينها اكيد عندكم يعني. ده اللي هو المنظم اللي بيبقى تحت الحوض، بنحط فيه اللي هي الاكياس بتاعت القمامة اعزكم الله، المنظفات، بنحط فيه الاسبونشات بتاعت الحوض، بتاعت التصبين، فوط، اي حاجة يعني. هو عامة الادوات النظافة اللي هي في المطبخ. تمام. وهو غويط، فممكن احنا نستخدمه استخدام تاني، ان احنا مثلا نحط فيه الرول بتاع الاسترتش رول، ورق الزبده، وهكذا. تمام. بصوا بقى، طبق البيض، بيض رمضان يعني سحور يعني بيض مقلي، يعني بيض مسلوق، فكان لازم اجيب طبق البيض ده. كنت هتجنن عليه. بقول لكم في مصر عندي هو عرض ونص ده تقريبا، بس دورين.
فلما لقيته جبته، هو برضو ب5.75. تمام. والازازتين الكيوت دول عاملين 5.75. وقلت بقى اكيد هنحتاجهم بقى في برضو في ميه في عصاير، وان شاء الله باذن الله نحاول في رمضان ان شاء الله نعمل مع بعض عصاير فريش يعني كتير. ونعملها برضو مع بعض ترطب علينا كده. وتبقى افكار من ضمن الروتين بتاعنا. فقلت يعني اكيد مش هيبقى فيه غنى عنهم، ولو ما استخدموهمش في ميه وفي عصاير هقول لكم هنستخدمهم في ايه تاني. والمنظم القمر ده زي ما انتوا شايفين هو كده المفروض ان هو بتاع الكنزات، بس انا بصراحة مش جايبه لي الكنزات لان احنا ملناش تقل عليها، بس لو في كنزات او عصاير يعني مش هتضر. بس انا هقول لكم انا جايبه لي، بس عايزه اقول لكم الخامه بتاعته تقيله وحلو حلو حلو، يعني من اكتر المنظمات اللي عجبتني. برضو كان ب5.75. المنظم ده بصراحة انا جايباه لباب التلاجة عشان انا عندي فيها صوصات كتير زي ما انتوا شايفين، ينفع يتحط فيه صوصات اظرف بتاعت اللي هي البيكنج باودر، الفانيليا، الكلام ده كله. فانا كنت جايبة واحد قلت اجربه، لو دخل في الباب بتاع التلاجة هجيب غيره ان شاء الله. تمام. طبعا ده يعني دراعي اليمين في الشقة، من ساعة ما جبته بلف الشقة كلها بيه، بحط فيه المنظفات الأساسية بتاعت كل يوم بقى، اللي هو الملمع الجلانس، ملمع الأخشاب، المعطر، الفوط بتاعت التلميع، الكلام ده كله، وبمشي ايه ألمع بيه في الشقة كلها. والمنظم برضو ده بتاع التلاجة، ينفع بقى نحط بقى فيه خضار، فاكهة، زي ما انتوا شايفين كده. برضو الخامة بتاعته كانت حلوة قوي قوي. ميزة المكان ده او حاجات ام 5 في السعودية ما شاء الله الماتيريال بتبقى جامدة جدا جدا زي ما انتوا شايفين، والاسعار بتبقى موحدة. يعني ده ب5.75. واشوفكم بقى في باقي سلسلة المشتريات في الفيديوهات الجاية، وباي باي. لو عجبكم الفيديو اضغطوا على سبسكرايب، فعلوا الجرس، اعملوا لايك، اكتبوا كومنت وشيروا مع اصحابكم.